زرقاء كتيرة جدا. بعدها التماثيل هي كمان بتقيد وبتقرب منهم وشكلها دي النهاية. الباب هو كمان فتح والكل اصبح في حالة صدمة. هو احنا كلنا هنموت ولا ايه؟ سونج مش مستوعب اللي بيحصل، فضل يبص على التماثيل ويدور على اي حاجة علشان تنقذهم. لقاها فعلا. قال لهم ما تشيلوش عينيكم من على التماثيل، لو بعدتم عينيكم عنهم التماثيل مش هتقف وكلنا هنموت. وواحدة منهم كانت مرعوبة من شكل الدم على التمثال، سابتهم وطلعت تجري على الباب علشان تهرب بأي طريقة. التمثال ما قتلهاش، البنت خرجت بأمان، ولكن في واحدة من النار طفت. هو ايه اللي بيحصل ده؟ الواد اللي كان شايل سونج هو كمان كان مرعوب جدا، مش عارف يعمل ايه. بيقول لهم انا عارف اللي انا هعمله ده ممكن يأذيكم بس انا اسف. رمى سونج على الارض وطلع يجري ورا البنت. خرج هو كمان من المعبد، وبعد ما خرجوا الباب قفل شوية، النار بتاعتهم برضو طفت. ايوه كده اللعبة وضحت، لازم واحد يفضل جوه علشان يضحي بنفسه والا الكل هيموت. بعد ما التماثيل بتقرب منهم كيم عرف اللي هيحصل، قعد يعيط. قال لهم انا اسف، انا عارف اني لو خرجت من هنا فمش هتعرفوا توقفوا كل التماثيل، بس انا عندي عيلتي مستنياني ولازم ارجع لهم. رمى السيف بتاعه وخرج هو كمان من المكان. التماثيل هي كمان خلاص قربت منهم. سونج عرف انهم كده ميتين وش. القائد سون في الوقت ده اتاكد من اللي هيحصل، قال لسونج خد جوهي واهرب من هنا، انا هفضل بدلكو، كده كده هم عاوزين ضحيه واحده وانا لازم اتحمل المسؤوليه كامله. يلا خدها وامشي. جوهي في الوقت ده كانت قوتها راحت ووقعت على الارض وما عادتش قادره تمشي. سونج هو كمان كانت رجله مقطوعه وبرضه مش هيقدر يمشي، فعلشان كده الواد قال لسون خد جوهي انت وامشي، انا هفضل، انا كده كده رجلي مقطوعه ومش هعرف اشيلها بس انت هتعرف. جوهي اتعصبت وزعلت، قالت له لا انا مش خارجه هنا من غيرك، انت لازم تيجي معايا. سونج قال لها انا لما اخرج من هنا اوعدك انها اعزمك على العشاء، البلوره ديت كل اللي جمعتها من المغاره خديها معاكي، اشتري لنفسك حاجه وانا لما اخرج هجيلك تاني. البنت لسه راح ترد عليه فراح سون مغفلها، شالها على كتفه وقال له سون وهو ماشي شكرا على كل حاجه. الباب خلاص قفل. التماثيل هي كمان قربت من سونج والواد خلاص ميت وش. بياخد سلاح كيم وبيحاول يدافع عن نفسه او يخربشهم او اي حاجه ولكن من غير فايده. التماثيل قطعت دراعه، اتعجن من الضرب وخلاص ما عادش قادر. بيقول في باله الحمد لله ان انا اللي هموت لوحدي، انا حاربت وعشت مرات لا تحصى ولكن شكلها دي النهايه. الواد عمال ينضرب ومتكسر متعصب على الاخر، الضرب عليه من كل ناحيه والدم بتاعه بيتطاير. بيفتكر كلام كيم قبل ما يمشي، بيتعصب عليه. بيقول انت جريت وهربت وسبتنا هنا علشان عندك عيله، ما انا كمان عندي عيله، انت بس اناني مش اكتر. الناس الانانيه اللي زيك هم بس اللي بيعيشوا، انا بس لو اخدت فرصه تانية مش هسيب حد يوصلني للمكان ده. وفجاه رساله بتظهر قدامه مكتوب فيها انت حصلت على مهاره شجاعه الضعيف، قلبك هيتوقف بعد 2 من 10 ثانيه لو ما جاوبتش وقلت نعم. انت موافق تكون لاعب ولا ايه؟ سونج في الوقت ده ما كانش فاهم حاجه ولكن اختار نعم. وبعدها الواد بيغمى عليه وبيصحى في المستشفى صاحي قلقان ومش على بعضه، مش فاهم هو ايه اللي جابه هنا. بيبص كده على دراعه اللي اتقطع لقاها رجعت مكانها، رجله هي كمان سليمه. استغرب جدا وقال هو كل اللي فات ده كان حلم ولا ايه؟ لا والله، واللي اثبت له كده هو 2 من نخبه شبكه الصيادين دخلوا على سونج علشان يطمنوا على حالته. قالوا له انت الناجي السادس من مجزره المغاره من الرتبه الرابعه، تعرف تقول لنا اللي حصل جوه؟ سونج عرفهم كل حاجه. الناس طبعا كانوا مستغربين، قالوا له احنا لما وصلنا على المكان كنت انت هناك مغمى عليك بس ما فيش ولا تمثال جنبك، لولا ان كل الضحايا اقوالهم واحده وما اختلفتش حتى ولو اختلاف بسيط كنا هنفكرك اتهبلت، بس طالما ما كانش فيه وحوش هناك فده معناه حاجه واحده وهي انك ممكن يكون حصل لك استفاقه وقوتك زادت ولا حاجه. سونج في الوقت ده بيتصدم وبيقول لهم يعني ايه استفاقه؟ هو مش المفروض الصياد بيبقى عنده طاقه واحده بتفضل معاه لحد لما يموت؟ الصيادين قالوا له ايوه بس في حالات نادره قوتهم بتظهر وممكن يتحولوا من صيادين من الدرجه الخامسه لصيادين من الدرجه الاولى او حتى من الدرجه 0. الواد اتصدم قال لهم طب انا اعرف ازاي ان طاقتي زادت؟ الراجل ده قال له بسيطه قوي، احنا جبنا جهاز بيقيس الطاقه، كل اللي عليك تحط ايدك عليه واحنا هنعرف ايه اللي حصل لك. سونج قال لهم تمام وقاس طاقته فعلا ولكن للاسف طاقته زي ما هي، شكلنا شكينا فيك على الفاضي. استاذنوا منه بعدها سابوه ومشوا. بس بعد ما مشوا سونج كان مستغرب جدا، هم ما كانوش شايفين الرساله دي ولا ايه؟ اكيد لا، الرساله ديت ظهرت من لما سونج فاق ومكتوب عليها مبروك انت اصبحت لاعب. الواد طبعا مش فاهم حاجه ولسه عنده شك والمعلومات مش واضحه وعاوز يتاكد من حاجه. فعلا اخته دخلت عليه علشان تطمن، ما كانتش تعرف باي حاجه من اللي حصلت جوه المغاره وفرحت جدا انه بخير. سونج بقى بيقول لها انت شايفه حاجه كده قدامك؟ فاخته قالت له لا، انت دماغك فيها حاجه ولا ايه؟ مفيش اي حاجه هنا. فسونج قال لها خلاص تمام ما تاخديش في بالك. اخته قالت له طالما انت بتهزر وبتضحك كده يبقى انا هسيبك وهمشي وهبقى اجيلك في وقت تاني. بعدها الاخت سابته ومشت. وبعد ما خرجت سونج قعد يجرب في الرسائل اللي قدامه دي، بيحاول يفهم اي حاجه. بيظهر له بعدها رساله كده مكتوب فيها المهمات اليوميه، تجري شويه وتلعب بطن شويه والكلام ده. مكتوب في الاخر كده لو ما نفذتش المهمات دي فهتتنقل
لمنطقة العقاب. سونج طبعا ما عطاش للكلام أهمية وقال لهم هو حد هيقدر يتحرك وهو على السرير يعني؟ خلينا نرتاح شوية كده. مر الوقت بسرعة، اليوم خلص، وأثناء ما سونج كان نايم فجأة اتنقل جوه مكان غريب. أيوة دي منطقة العقاب، وحوش ظهرت من وراه. الواد خلاص هيعملها على نفسه. هو ايه اللي بيحصل ده؟ أنا مش فاهم حاجة. اتكتب له كده بسبب إنك ما عملتش المهمات اليومية اتنقلت لمنطقة العقاب، لازم تهرب من الوحوش دي لمدة 4 ساعات، ولو ما عرفتش فهتموت. الواد طبعا ما كانش فاهم أي حاجة وقلق جدا وما عادش قادر. فضل يجري من الوحوش وحاول يستخبى وجسمه وطاقته خلاص خلصت. الوحش ده كمان كان خلاص قرب منه وهيقتله، وهوبا ال4 ساعات خلصت. سونج رجع للمستشفى تاني. الممرضات شافوه بالشكل ده لحقوه بالعافية. الواد بعدها تاني يوم فهم كل حاجة، عرف انه لو ما عملش المهمات اليومية فحرفيا هيتجلد. بقى كل يوم قبل ما يفطر ولا اي حاجة يقوم يعمل المهمات اللي عليه ويخلصها الاول، ونتيجة لكده الواد طاقته زادت ولياقته البدنية علت جدا. الدنيا تمام التمام. في نفس الوقت ده بقى كانت جوهي قاعدة في البيت كده ومكتئبة وفي حالة صدمة نفسية من اخر حاجة حصلت معاها. البنت تعبيرها حزينة جدا ومش بتفكر تعمل اي حاجة، ولكن بعد ما بتعرف ان سونج بخير وعايش بتفرح جدا وبتقرر انها تروح وتزوره في المستشفى. وصلت على هناك فعلا، لقت شوية من الممرضات بتتكلم عليه وبيقولوا ان المريض ده مش طبيعي، لسه كنا بنعالجه من كام يوم، ولكن هو دلوقتي بيفضل يتمرن من الصبح وبقى له 4 ايام على الحالة دي. هو ايه اللي بيحصل معاه؟ جوهي بعد ما بتسمعهم بتعرف ان سونج عدى الصدمة على عكسها، وبتقرر انها تسيب له الهدية على الباب كده وبعدين تمشي. في الوقت ده بقى سونج كان خلص التمارين اليومية بتاعته والدنيا تمام معاه. بيكتشف انه اذا خلص التمارين بيحصل على مكافآت يومية زي اعادة طاقة جسمه ونقاط قوة زيادة وكده يعني. في اخر اليوم سونج بيحصل على صندوق عشوائي كده، والصندوق ده بقاله 3 ايام بيجيله، بيطلع له حاجات تافهة كده، ولكن النهارده جات له حاجة مش عادية. ايوه مفتاح مغارة من الدرجة الرابعة. سونج بقى كان عاوز يستكشفها بس قلقان وخايف لا يحصل له زي ما حصل معاه قبل كده. الواد بيشجع نفسه بالعافية، بيروح فعلا على مكان المفتاح، بيظهر له مكان ليه كده. الواد طبعا متردد يدخل، خايف من اللي جوه وخايف لا يحصل له حاجة، ولكن بيشجع نفسه تاني. بيدخل على المغارة، ولكن بعد دخوله باب الخروج من المغارة بيتقفل، ولازم علشان يخرج يبقى معاه حجر انتقال آني او يخلص على زعيم المغارة والا كده هيموت هنا. الواد بعد ما بيعرف بيترعب وكان ماشي وقلقان جدا. دخل فعلا وقابله 3 من الجبلين الضعاف، اتحدوا على سونج وحاولوا يقتلوه، والواد بيفادي الهجوم بتاعهم بالعافية. بيحاول معاهم بالسكينة بتاعته، بينجح يقتل في واحد فيهم. طاقته طبعا زادت، قتل ال2 التانيين. الدنيا رايقة، بس فجأة وحش تاني خطير هجم عليه اسمه الذئب ذو الانياب الحديدية، قوي جدا، وسونج السكينة بتاعته اتكسرت. الذئب هو كمان اتضير عليه، بصله كده سونج رجله بترتعش مش عارف هيعمل ايه. الذئب هو كمان بيقرب منه بكل قوته، بيقزح عليه. شكلها دي النهاية يا صاحبي. الذئب هو كمان كان خلاص قرب، ولكن سونج راح قازح لفوق كده ولقى نفسه بعد جدا. فهم ان ده بسبب زيادة قوته البدنية، وبعدها قال للذئب تعالى. الذئب هجم عليه تاني وسونج راح مديله بوكس مكسر بدماغه، بس للاسف سونج من غير سلاح مش هيقدر عليه، وشكل الذئب ده هيشلوحها يا صديقي. الواد بقى بيحاول يهرب من الذئب يمين في شمال ولكن مش قادر عليه، وشكله خلاص هيموت. في الوقت ده بقى الواد بيفتكر قدراته وبيعرف انه عنده مكان للتخزين، بيفتحه بيخرج منه السيف ده. الذئب هو كمان كان بيقرب منه وخلاص هيقتله، بس انت مفكر انه يقدر يقتله يا صديقي؟ لا والله. سونج بيستخدم السيف بتاعه بوم بيشقه لنصين. اللي بعده يا هناه يا سعده، 2 كمان من الذئب، ولكن الاسطوره سونج بيخلص على واحد فيهم بسهوله، التاني بقى بيخاف منه وبيطلع يجري. سونج بقى في الوقت ده قعد في جنب كده وبدا يستكشف المهارات بتاعته والاحصائيات وكل حاجه. بيكتشف انه بعد قتله للذئب بياخد منه طاقه ومستواه بيعلى هو كمان. دلوقتي هو في المستوى الثاني، وكل لما يقتل وحوش اكتر كل لما مستواه هيعلى وقوته هتزيد اكتر. طبعا بيفرح جدا من التطور اللي عمال يحصل له وبيشجع نفسه وبيكمل الطريق. ولكن وهو ماشي بيلاقي الذئب اللي هرب منه جاب اخواته، وخلاص الواد متحاصر، ذئابه حواليه من كل اتجاه. ولكن تفتكر ان ده هيفرق معاه صديقي؟ قولها معاي. لا والله. سونج بيكسر فيهم الواحد في التاني، محدش بيقف قصاده، بينهيهم كلهم وبيمتص طاقتهم. وبعد ما سونج بيخلص عليهم طاقته ومستواه بيعلو وبيكمل جوه المغاره علشان يجيب اخره. بيظهر له وحوش باشكال تانية، بس الواد خلاص بقى ما بيرحمش، اللي بيقابله بيحصل اللي قبله. بس بعد ما قتل كل الوحوش دي طاقته علت ومستواه زاد، وبقى صعب يزيد في مستوى بقتل الوحوش الضعيفه دي، فعلشان كده لازم يدور على وحوش اقوى. بيكتشف بعدها مدخل تحت الارض كده، وبيعرف ان في وحش مش طبيعي هناك. الهاله بتاعته بتوصل له وبترعبه مكانه. سونج بقى بيفكر بدل المره 1000 قبل ما يدخل جوه الكهف ده، وهو اصلا بعد هزيمه الذئاب ديت كان جاب حجر الانتقال الاني ويقدر يرجع في اي وقت هو عاوزه. بس الواد بيشجع نفسه وبيقول لا انا للوحش ده. في نفس الاثناء ديت في العالم بره كان في بوابه كده فتحت في الشارع، الناس ما قتلتش الزعيم بتاعها، ونتيجه لكده الوحوش خرجت وبدات تقتل في كل اهل المدينه. جوي بقى في الوقت ده كانت معديه من المكان ده، وشبكه الصيادين اتصلوا عليها علشان
علشان تروح وتساعد الناس. البنت بقى كانت